بنيامين نتنياهو الذي ارتكب العديد من الجرائم ضد الإنسانية والشعب الفلسطيني، والذي تلطخت يداه بدماء الأبرياء، يواجه اليوم المرض وضعف الجسد، وإنها لإشارة من الله إلى أن القوة والسلطة ليست دائمة لأحد إلا له سبحانه وبحمده، وأن الظلم مهما طال له نهاية فهو يمهل ولا يهمل، كما قال في كتابه العزيز: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال أيضا: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال أيضا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قد تكون أوجاع الجسد اليوم تذكيرا له ولكل ظالم أن الحياة قصيرة، وأن الحساب قادم لا محالة، إنها سنة الله في خلقه، فالظالم يبتلى في دنياه قبل أن يحاسب في آخرته، وتلك عبرة لكل من طغى وتجبر.